السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة واقعية بالدارجة المغربية. القصة ديال اليوم هي قصة حقيقية وقعت أحداثها بين مدينة الدار البيضاء والعطاوية. سيد اللي كيحكي القصة تيقول بأنه عاش أحداثها في رعب حقيقي. يلا نبداو القصة. في عمري 38 عام، شيفور ديال الطاكسي. هادشي اللي وقع ليا كان سبب في الصمت ديالي لمدة عام ونص. غير كنبتسم ولا كندوي بالإشارة وباقي نتبع حصص عن طبيب نفسي لحد الآن. كنت غادي بواحد العائلة تلاقيت بها حدا المحطة الطرقية ولاد زيان. طلبوني نوصلهم في الوقت اللي أنا راجع في حالي للدار. صراحة بانوا ليا ناس معقولين ومتقلين وكانوا مزروبين، والكيران في ديك الساعة كاملين دايرين إضراب. المهم تفاهمت معاهم على الثمن، هزيتهم وشدينا الطريق. هذيك 9:30 ديال الليل غاديين، وشاد الهضره مع الاب ديالهم اللي كان جالس حدايا وقدام، والمدام ديالو وبناتو اللور. المهم الطريق كامله وحنا كنهضروا ومقشبين وضاحكين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا حدا واحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح، وهو يقول لي: السيد وقف هنا الله يخليك، نعطي واحد الامانه للوالد ديالي ونرجع. بالزربه انا على نيتي قلت ليه: خذ راحتك، غير ما تعطلش عليا عافاك. صافي بقيت مع مرتو وبناتو في الطاكسي. زدت شويه في الصوت ديال الراديو، كنسمع شويه ديال القران، ومره تنشوف في الروتروفيزور اللي يكون شي حد جاي من ورايا. شويه كنحس بالمراه وبناتها سقلوا من بعد ما كانوا ناشطين ومحيحين. قلت لهم: الوالد ديالكم واش الوالد ديالو عايش هنا بوحدو؟ ما جاوبونيش. عاود نقصت في الراديو وسولتهم، وانا نقول لها: لا واش الوالد ديال راجلك ساكن غير بوحدو هنايا؟ تلفت فيهم، شافوا فيا واحد الشوفه ماضيه وما جاوبونيش، وانا نضحك واحد الضحكه صفرة حيت فعلا ما فهمت والو. هزيت قرعه ديال الماء وبديت كنشرب، وهي تقول لي بنتهم الصغيره: بابا ما غيرجعش، غير كذب عليك. ثقوا بيا. فاش سمعت صوتها والطريقه باش هضرات معايا تزعزعت من بلاصتي، واللي زاد خوفني كتر هو كلهم ساكتين، وانا نقول لها: علاش؟ وانا كنضحك ديك الضحكه تاني. ملي شفت في الروتروفيزور كيبان ليا البنت الصغيره تبدلات من بلاصتها، ولات جالسه في الوسط، والكبيره ولات على اليسر، والام على اليمين. كلهم تبدلوا من بلايصهم فرمشة عين. امهم كتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه هستيريه ومزروبه. صافي تما برد ليا الماء في ركابي. رومت الطاكسي للبيست وحاضي والظلام والخلا والقفار. بديت كندير راسي زعما تنغني بحال زعما ما مسوقش ليهم، وانا ربي اللي علم بيا. بقيت تنتسنى يجي باهم اللي تعطل بزاف، وما بقيتش قادر نشوف ورايا. يلا بغيت نحل الباب وننزل نشوف واش جاي، كنحس بشي حد كينغزني من ظهري. تلفت وهي تدفل عليا ديك السيده في وجهي وكتغوت بالجهد، وقالت لي: سير عطينا اتساع، اش بغيتي عندنا؟ عجبك الحال دابا؟ ديك الساعه مشى ليا الشوف شي 50 ثانيه وجاتني بحال الدوخه. فاش رجعت للوعي ديالي حليت الباب بالجهد باش نخرجهم كاملين ونجرهم من الطاكسي ونهرب في حالي. فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي، كان الطاكسي خاوي وما معايا فيه حتى شي واحد. صراحة فشلت وطحت على ركابية وكنبكي. طلعت للطاكسي، ديماريت وبقيت غادي بواحد السرعة خيالية حتى بان ليا واحد البراج. وانا نفرح مشيت عندهم، عاودت ليهم كل شيء اللي وقع ليا. طمنوني شوية وقالوا لي ما تخاف والو. صافي من بعد ما تهدنت شديت الطريق وما كنشوفش في الروتروفيزور. نخدم الراديو بالجهد، وصلت لكازا.
دخلت قلت الحمد لله. بلاصيت الطاكسي، سلمت على العساس، هو يقول لي مال حوايجك مقطعين. صراحة انا كاع ما رديت ليهم البال ولا شفتهم. قلت ليه حتى الصباح ونعاود لك. قال لي ياك لاباس، وجهك صفر. وهي تجيني البكيه تاني. يلاه قال لي جلس وعاود ليا مالك. وانا نشوف ديك العائله عاود تاني ديزين من قدامنا وكيشيروا بيديهم جهتي. حليت عينيا، لقيت راسي في السبيطار، وكاينه حدايا امي وبا وخويا الكبير. من تما وانا مريض، درت الرقيه ومتبع مع الطبيب النفساني، والحمد لله حالتي بشويه بشويه كتحسن. الصراحه باقي الان انا مصدوم، وما عارفش شكون هذوك الناس ولا اشنو كانوا بغاو مني. هنا كتسالي القصه ديالي ديال مول الطاكسي. وسمحوا لي طولت عليكم. ما تنسوش تابوناو وفعلوا الجرس. كنبغيكم كاملين تصبحوا على الف خير.